حاسس إن في مشكلة وفي فراغ ما بينك وبين علاقتك بربنا؟ طب حاسس إن ممكن تكون علاقتك بربنا ديّة تتحسن أكتر من كده بكتير؟ طب حاسس إنك في مشكلة عندك في رزقك وإن رزقك ممكن يكون أكتر من كده بكتير بس في حاجة مانعاه؟ طب عايز حاجة توسّع لك رزقك وتحل لك كل المشاكل اللي بينك وبين علاقتك بربنا وتحل لك كل المشاكل اللي أنا قُلت عليها دي؟ اوصِل رحمك، ارجع تاني وِدّ الناس اللي أنت ما كنتش بتودّها، اسأل على أهلك اللي بقى لك سنين ما سألتش عليهم، كلّم عمك وخالتك اللي أنت مخاصمهم عشان هُم متخانقين مع أبوك، اسأل ووِدّ الناس كلّها، مشاكلك مع ربنا ومشاكلك في رزقك هتتحل. طب عايز دليل من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ليس الواصل كالمكافئ. مين الواصل ده ومين المكافئ؟ المكافئ ده يا حبيب قلبي اللي عمته رنت عليه مرة فرن عليها مرة، خاله اتصل بيه مرة فرن عليه مرة، عمتك ولا خالتك ولا حد من قرايبك جه زارك فانت رحت زورته مرة. المكافئ ده احسن حاجة يا رسول الله؟ لا، الواصل هو اللي احسن حاجة. مين الواصل ده؟ الواصل ده يا حبيب قلبي اللي بيشتغل وملوش دعوة بحد، بيعمل كل حاجة ومش عايز حاجة من حد، بيسأل عن الناس كلها ومش مستني حد يسأل عنه، بيعمل كل الخير اللي قدامه واللي بيجي على باله ومش مستني مقابل من حد. ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ان هو ده افضل البشر. القاعدة بتقول: الصبر نص الجدعنة والنص التاني تغافل. يعني لما يعملوا معاك حاجة وحشة ما تشيلها لهمش في دماغك وتقول لا والله انا ما انا رنن على حد ولا سائل على حد الا لما هم يسألوا عليا. خليك ماشي مع اهلك بالقاعدة اللي انا قلتها لك دي وصدقني هترتاح. جملة اخيرة هقولها لك وعايزك تحطها حلقة في ودانك: اوعى تعتقد ان علاقتك مع اهلك ومع ارحامك هتبقى علاقة عدل، ابدا عمرها ما بتمشي كده. علاقتك مع اهلك ومع ارحامك على طول علاقة عقل، انت اللي بتدور الموضوع بدماغك، لان معظم المشاكل والمصايب والبلاوي بتحصل بينك وبين ارحامك. لو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني. سلام.